مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبت لكم فيديو حلو جدا عن اقوى 3 فنادق باقوى اكوا بارك ممكن تشوفها، مش في مصر بس بل وفي الشرق الاوسط كله. مكان تحفه جدا وجميل جدا. 3 فنادق كده جنب بعضيهم، بتسأل عليهم كتير وكلكم بتطلبوهم، والحمد لله تم التعاقد اصلا مع المجموعه كلها وهي مجموعه الباتروس. الفيديو دوت هناخد مراجعه كده شامله بسرعه كده سريعه عن 3 فنادق جنب بعض كلكم عارفينهم، فندق دانا بيتش وفندق جانجل وفندق نيفرلاند. الباتروس نيفرلاند 3 فنادق تبع الباتروس، اكبر اكوا بارك، اقوى فنادق وفنادق حلوه جدا، وتم التعاقد معاهم باسعار حلوه جدا جدا. لو عايز تعرف تفاصيل عن العروض وعن الفنادق ديت تابعني لاخر الفيديو، وما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو عشان هو ده دعمكم لينا. ولو اول مره تشوفني تنزل دلوقتي بسرعه تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. الثلاث فنادق بقى اللي معانا هما 3 فنادق جنب بعضيهم. الصف اول على البحر بيبقى فندق دانا بيتش، وبيجي وراه فندق جانجل، ووراه نيفرلاند. نيفرلاند ده ممكن يكون اسم جديد عليكم، هو اسم لسه جديد بقاله شويه، بس هما ال3 فنادق دولت تبع مجموعه الباتروس، فنادق حلوه جدا. هنبتدي في فندق دانا بيتش زي ما احنا شايفين مع بعض في الصور. فندق هايل جدا، حمامات سباحه عملاقه على البحر، صف اول على البحر، فندق راقي وجميل. الفندق ده يا جماعه اكتشفت ان بيعملوا في البوفيه بتاعه السوشي، بيعملوا حاجات جميله، جمبري، وبيقدموا حمام وحاجات حلوه قوي. كل ما تتخيلوا هتلاقيه في البوفيه بتاعهم دوت. الاقامه هناك اول انكلوزيف طبعا، فطار وغدا وعشاء ومشروبات وسناكس. السناكس هناك تحفه جدا يا جماعه، كل اللي انت بتتخيله في السناكس هتلاقيه. يعني الكلام دوت تقريبا على ال3 فنادق دول. يعني بيعملوا هناك غزل بنات، بيعملوا ايس كريم، بيعملوا كل المسليات اللي انت عايزها هتلاقيها. فريق انيميشن على اعلى مستوى هتلاقيه برده هناك. ففندق دانا بيتش من الفنادق المميزه جدا، يعتبر من احلى الفنادق اللي موجوده دلوقتي في الغردقه. وموقعهم كمان حلو جدا، هو في طريق سفاجه، يعتبر جنب مجموعه سان رايز وديزرت روز والحاجات ديت. فهو مكانه كويس، والفندق موقعه كويس، صف اول على البحر، حمامات سباحه، وطبعا اكوا بارك عملاقه جدا. هخلي اكوا بارك دي اخر حاجه عشان هي دي حاجه مشتركه في ال3 فنادق. يعني انت لو نزلت في اي فندق من ال3 هتقدر تستخدم البحر واي بول في حمامات السباحه العملاقه دي كلها، والاكوا بارك الكبيره قوي اللي هي في النص وشامله ال3 فنادق دول. لكن الاكلك ونومك هيبقى في الفندق اللي انت هتحجز فيه بس كده. بقى معانا وده الاقرب لقلبي هو فندق جانجل. جانجل من اول ما بتشوفه كده من على البوابه بره، فندق جميل جدا، شكل الغوريلا الحلو قوي، جوه ديكورات حلوه، حمامات سباحه بقى كتيره جدا. انا مش يعني بيتهيألي يعني 21 حمام سباحه، كلها حمامات سباحه عملاقه، منهم 18 تقريبا للكبار، وفي حوالي مثلا 4 على 3 للاطفال. غير طبعا الاكوا بارك الصغير اللي موجوده للاطفال. اكوا بارك مناسبه للاطفال الاعمار كلها من اول 4 سنين لغايه 12 سنه و15 سنه. وفي اكوا بارك طبعا الكبير اللي هي مناسبه لينا احنا الكبار لحد 30 و40 و50 سنه. لو انت من هواة ان انت تعلي الادرينالين بتاعك ونشيط وبتصحى وبتاكل كويس وبتتنطط وكده، يبقى الفنادق دي فعلا ليك. فعلا فندق جانجل من الفنادق المميزه جدا. زي ما احنا شايفين حمامات سباحه كبيره جدا وكلها مميزه جدا. الفندق كله عباره عن شجر والزرع، هتحس ان انت قاعد فعلا في جانجل. الميزه كمان في الغرف هناك ان هو في حجم غرف كبير جدا، يعني اكتر من 600 او 700 غرفه بيقولوا في الفندق دوت. كمان هناك مش الغرف مش متقسمه زي ما احنا عارفين مباني واوض وادوار، لا زي ما احنا شايفين كده الغرف هناك على شكل بيوت كده، عامله زي بتاعت بره، عامله زي بتاعت الاريال. البيت الغرف فعلا جوه مميزه. الغرف كلها يا جماعه واسعه، مش هتحسوا هناك مفيش حاجه اسمها غرفه سنجل ودبل. الغرف كلها فاميلي، كلها واسعه. كل اللي انت عايزه طبعا هتلاقيه في الغرف، من الشاشات، من كاتل قهوه وشاي، وكل اللي انت عايزه هتلاقيه في التويليت، الشاورات والشامبوهات ومعجون اسنان وفرش ومكان حلاقه. كل اللي انت عايزه هتلاقيه في التويليت، كل اللي انت عايزه هتلاقيه في الخدمه. كل حاجه هتطلبها هتجيلك لغايه عندك. الناس بتسعى عشان ترضيك باي طريقه. مطاعم كتير غير المطعم الرئيسي، كل اللي انت عايزه هتلاقيه في المطعم. كل اكل نفسك فيه هتلاقيه، وكل يوم بيبقى فيه تنوع جديد عشان ما تملش. لو انت قاعد 4-5 ايام فانت كل يوم هتاكل اكل مختلف تماما، مش هتمل في حاجه من الاكل.
فندق جانجل من الفنادق الحلوه قوي، في كيدز اريا، في منطقه كده خاصه كمان للالعاب، العاب الالكترونيه والفيديو جيمز، في كل زي ما احنا شايفين في الصور مش بس العاب مائيه وملاهي مائيه كبيره، لا العاب كمان فيديو جيمز تقدر تلعب بيها، وكل اللي تتمناه هتلاقيه هناك. غير كمان ان انت هتلاقي فريق انيميشن بيعمل حفلات الصبح وبالليل، فريق انيميشن بيعمل كيدز كلاب بالليل كده، بيجمع لك الاطفال كلهم ويلبسوا بقى زي ما احنا شايفين كده حاجات حلوه، ويقعدوا يعملوا لهم حفلات لذيذه بيسلوهم. والغير كده بيعملوا حفلات برضو للكبار، فريق انيميشن شغال طول اليوم ان هو يبسطك ويخليك قاعد مبسوط ومش محتاج اي حاجه. ففندق جانجل برضو من الفنادق المميزه جدا اللي انت لو رحتها مفيش حاجه هتتمناها او عايزها مش هتلاقيها في الفندق كمان، وعلى احلى مستوى. فندق بقى معانا في المجموعه ديت وهو اقواهم برضو جامد جدا، فندق نيفرلاند. نيفرلاند دوت زي ما احنا شايفين فندق كبير جدا جدا، حلو قوي، مش هتحس فيه بزحمه خالص، مع انه بيبقى شغال على طول 90%. يعني انا كل ما اتصل احجز عندهم اصلا ساعات يعني حجوزات بتروح مني عشان ما بلاقيش غرف فاضيه، في الوقت ده. برضو الغرف هناك مميزه ان هي بتبقى غرف كبيره وواسعه، مش زي الغرف العاديه في اي فندق، لا غرف فاميلي يعتبر. هناك تقدر في الغرف الفاميلي بتبقى اكبر، بتتفصل زي غرفتين دبل جوا بعض، بيبقى فاصل كده، فاصل خشب او باب لو كونكتد روم او حاجه زي كده. الغرف طبعا جميله، كل خدمات الغرف، السراير حلوه، الشاشات المسطحه الكبيره، الخزنه الكبيره، برضو كل حاجه اللي انت بتشوفها في الفنادق العاديه هتشوفها هنا بس كبيره، ما اعرفش ليه يعني. الشاشات كبيره مش زي اي شاشه، ممكن تروح فندق تلاقي شاشه 32 بوصه، الفندق ده تروح تلاقي فيه الشاشه اللي هو الحاجه 40 بوصه او 50. يعني كل حاجه هتلاقيها حلوه في الغرف. طبعا خدمه الغرف موجوده، وطبعا كل اللي انت عايزه تلاقيه في التويليت بتاعك، كل اللي انت عايزه هتلاقيه في الفندق دوت. مطاعم كتير جدا جدا، المطعم الرئيسي بيقدم كل الوجبات وكل الاصناف. في هناك ميزه حلوه قوي في الفندق دوت، ان انت ومش الفندق ده بس، وفي دانا بيتش وفي جانجل المطاعم هناك مهتمين بحته حلوه قوي. يعني مثلا مطعم صيني، يعني عندهم هناك مطعم صيني هتلاقي اللي واقفين بيعملوا الاكل شيفات صينيه. مطعم مغربي اللي واقفين بيعملوا الاكل شيفات مغربيه، وهو كذلك بقى. يعني هم مهتمين قوي بالتخصصات. هتلاقي هناك برضه زي بازارات تشتري الحاجات اللي انت عايزها. هتلاقي برضه حمامات سباحه كتيره جدا، في نظام عاملينه زي مركب كده عشان برضه الناس ما تتعبش في الفندق بالمشي والرايحه والجايه، لا المركب بتودي وتجيب، ده كان اختراع حلو قوي. فندق برضه نيفرلاند من الفنادق اللي كل حاجه هتعوزها هتلاقي جيم، سبا، جاكوزي، كل اللي انت يعني مش عارف اقول لك ايه ولا ايه، اي حاجه تتخيلها هتلاقيها في الفندق دوت. وطبعا بقى اهم حاجه عندنا هي الاكوا بارك. الاكوا بارك زي ما احنا شايفين اكتر من 60 لعبه، وكلها العاب يعني مهوله اللي احنا بنشوفها كده في ناس بنشوفها في بلاد بره وفي الفيديوهات، العاب خطيره جدا ومرعبه جدا وبتعلي الادرينالين جدا جدا. فانت اعمل حسابك ان انت كل يوم هتصحى من النوم تبقى اكوا بارك بتبتدي الساعه 10، هتخش من الساعه 10 اكوا بارك تقعد تلعب تطلع طاقتك كلها، تخش البوفيه هتاكل عشان تعوض الطاقه دي، وترجع تلعب وتفضل طول اليوم كده لعب واكل وتنطيط وبول وبحر وكل حاجه. طبعا نيفرلاند وجانجل يعتبروا صف تاني عشان الشط بتاعهم اللي هو بتاع دانا بيتش. مجموعه البطرس مجموعه من الفنادق الحلوه جدا اللي انت مش هتندم ان انت رحتها. غاليه، هتدفع فلوس اكتر من فنادق كتير، ممكن القيمه دي تقعدك اضعاف الوقت او تخليك تسافر اكتر من كده في اكتر من فندق. بس انا عايز اقول لك مش هتلاقي الجوده والكواليتي اللي هتلاقيها في فندق البطرس، من معامله نظيفه، من ناس محترمه جدا، مش هتحس بزحمه، مش هتحس بتكدس. حتى الاكوا بارك من كتر الناس اللي بتبقى هناك، طبعا 3 فنادق واكوا بارك كبيره بس برضه مش هتحس عليها زحمه، في نظام في كل حاجه، في ناس بشوشه في وشك، بتضحك في وشك على طول. فكل اللي انت عايزه هتلاقيه في الفنادق دي. لو انت احتجت اي فندق من ال3 فنادق دولت، جانجل، نيفرلاند او دانا بيتش او اي حاجه في مجموعه البطرس عامه، احنا تم تعاقد وجبنا اسعار حلوه جدا لكل مجموعه البطرس في الغردقه وفي مرسى علم وفي كل حته.
فانت لو محتاج تحجز في اي فندق من مجموعه الباتروس اللي موجوده كلها خاطبني على طول. هسيب لكم الرقم تحت، هسيب لكم اسعار الثلاث فنادق دي طول الصيف لغايه اخر شهر 10 الاسعار كام، وفي نفس الوقت هسيب لكم رقم تليفوني لو حابب تحجز. انا كنت بقول الاول حجز واتساب، الواتساب بقى الرسائل كتير وزحمه، فيفضل تتصل على طول او نتواصل على الواتساب اللي انت برضه اللي انتم محتاجينه. متنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعشان هو ده دعمكم لينا. سيب لي رايك في الكومنت برضه في الفنادق ديت، انا بسيب الاراء حتى لو اراء وحشه، ويعني الفندق بسيبها تتقال. يعني انا في فندق غلطت فيه وقلت ان البحر الرملي وهو صخري، انا سبت الكومنتات اللي اتكتبت ان قالت كده سبتها وما حذفتهاش عشان خاطر يبقى الموضوع ليكم، وكل اللي بيكلمني بيحجز للفندق باكد عليه ان الفندق ده كان طلع بحر صخري مش رملي، ودي كانت معلومه خطا او غلطه انا قلتها في الفيديو. فانا بعتذر لكم جدا واتمنى يكون